السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة تنفع العزومة وهتشرفك قدام ضيوفك بإذن الله. هنعمل مع بعض محشي ورق العنب، وبطاية هنحشيها بإذن الله، وهوريك الخلطة ان شاء الله. اول حاجه هنا معانا خلطه الصلصه او التسبيكه بتاعه المحشي. هفرم في الكبه بصل وفلفل الوان، وهحط ماده دهنيه على النار، واول ما تسخن هنزل عليها بالبصل والفلفل. لما يتشوح وياخد لون زي ما انتم شايفين كده هنزل عليه بصلصه الطماطم. انا عندي كانت الصلصه متسبكه، وبعد ما غليت، حتى لو انت ما كنتش مسبكاها بعد ما تتسبك، انا عندي الخضره في الفريزر. باخدها من الفريزر احطها على التسبيكه كده لحد ما تنزل ميتها كلها، واتاكد ان ما عادش فيها ميه، وكده اطفي عليها. عندي بقى هنا علشان خاطر نسلق ورق العنب، هحط ميه تغلي على النار واعصر فيها ليمونه، واحط معلقه ملح واحط معلقه سكر، وانزل بورق العنب. هغطسه كده في الميه، واغطيه واسيبه يغلي لمده 10 دقايق. تمام كده، ولا تزودي اكتر من 10 دقايق ولا تقللي اكتر من 10 دقايق علشان خاطر يستوي معاكي. بعد كده غسلت الرز، جبت 5 كوبايات رز غسلتهم كويس قوي، وبعد كده صفيتهم من الميه واتاكدت ان هم مفهومش ميه نهائي. نزلت عليه بالتسبيكه، وبعد كده معايا فلفل وكمون وسبع بهارات وكزبره، وشطه وبابريكا مدخنه. حطي التوابل اللي انت حباها، وبعد كده نزلت ب3 معالق ملح، ونزلت بمعلقه كبيره عسل اسود. تمام، لو مش عندك عسل الاسود ده او العسل الاسمر، انزلي بمعلقه دبس رمان. يعني يا اما دبس رمان يا اما بديله العسل الاسمر لو مش عندك دبس الرمان. وبنزل بقى بشويه زيت، لان انا بحطش الزيت كله في التسبيك عشان خاطر الطماطم بتشرب الزيت، فبحب احط الزيت مع الخلطه كده وانا بقلبها. هنا بقى قطعت طماطمايه وبصلايه وفلفلايه، ورصيتها في ارضيه الحله كده. وهجيب كمان العيدان اللي انا قصيتها من ورق العنب، غسلتها طبعا ومتاكده ان هي نظيفه، وبحطها برضو في ارضيه الحله دي، بتدي مزازه للمحشي والورق العنب. تمام. لما بحط لو انا ما عنديش دبس الرمان بيديني تسكيره وبيديني مزازه. فايه لو هو مش عندي البديل ليه، بحط معلقه عسل اسمر، وطبعا بعصر ليمون مع ورق العنب وهو بيستوي، فبيديني نفس التست بتاع الرمان. جربيها كده وهتلاقي المحشي معاكي طعمه حكايه ومسكر وتحفه. مش مسكر يعني سكره زيادة، لا، المحشي طعمه حلو. هنا بقى بجيب ورق العنب على حسب بقى، لو الورقية كبيرة شوية بحط خلطة على قدها، لو الورقية صغيرة بحط شوية خلطة صغيرين، واقفل من الجنبين كده والف المحشية، واصبحت معايا زي الفل. هنيجي بقى نعمل الشوربة بتاعة البطاية. هنا غليت مية وحطيت بصل وحطيت التوابل ملح وفلفل وحبهان وقرنفل. هنا بقى غسلت مع كوباية كبيرة رز أو كوباية ونص من مج الشاي، وغسلتهم ونقعتهم ساعة، وبعد كده صفيتهم من المية كويس، وحطيت برضو بصل وفلفل من اللي أنا فرماه اللي حطيت منه للتسبيكة. ونزلت عليها بقى بمعلقة فلفل ومعلقة كمون، ورشة بسيطة من القرفة، ومعلقة سمنة بلدي، وحطيت معلقة كبيرة ملح. تمام، بتقلبيها كده بالمعلقه، ولو كمان دعكتيها بايدك كده بتبقى طعمها احلى واحلى. هنا بقى طبعا ده كربات، غسلته نقعته في محلول بتاعه، اللي هو ملح وسكر ودقيق وميه، وبحط نص معلقه كزبره ناشفه بتشيل الزفاره، وبسيبه منقوع ساعة، وبعد كده اغسله بدل المرة 2 و3 لحد ما اتأكد انه بقى كويس ومفيش ريحة زفارة خالص، واحاول اصفيه من المية. وبعدين بجيب بقى الرز وبحشيه كده زي ما واضح لكم في الفيديو بالظبط. وبعد ما اخلص بكتف بقى الرجول بتاعت اللي دكر البط كده، ويعني وقوي اعصابك كده وتملكي نفسك علشان خاطر الحركة دي. هو طبعا دكر بط فيعني جامد، فعايز قوة شوية. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، علشان كل لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه ان شاء الله. وتقفي جنب اختك علشان خاطر نفسي اكمل شروط القناه.
ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويجعلها في ميزان حسناتكم. هنا طبعا انا جبت اكبر حلة عندي وحطيت فيها البطاية، وبعد كده نزلت عليها بمعلقة صلصة. انا كنت اصلا فرمة الصلصة في الكبة دي، فحطيت عليها شوية مية شطفتها بيها ورحت حطاها في قلب الشوربة. الطماطم بتشيل الزفارة يا بنات من اي طيور. هنا بقى خلاص كنت خلصت المحشي كله، وبرضو حشيت 4 قرون فلفل، ونزلت بقى بالشوربة التحفة دي. شايفين وشها عامل ازاي؟ مش محتاجة دسم ولا محتاجة اي حاجة. يعني انا لو بحب اعمل ورق العنب بالذات مع البط عشان ما احتاجش ان انا احط له مثلا زبدة او سمنة او زيت على الوش وانا بعمله. هو كفاية وش الشوربة اللي طالع ده. هنا بقى سقيت المحشي وحطيت عليه شرايح ليمون كده. وبعد كده اخر سطر من المحشي يا بنات ما بيبقاش طايله الشوربه. تمام. هنا بقى انا بحب احمر البطايه تحت الشوايه في الفرن، بفتح الشوايه بس والنار بتبقى وسط، واسيبها بقى وكل شويه اقلبها على الجنب اللي لسه ما اتحمرش لحد ما تتحمر وهتشوفوها معايا. هنا المحشي غلي معايا وبقى زي الفل. بغطي عليه بقى وهدي النار خالص لحد ما يستوي. محشي الورق العنب ما بسويه مش اقل من ساعه، 10 دقايق يغلي، وبعد كده وطي عليه لمدة الساعة بقى كاملة يكون استوى. هنا البطاية طلعت معايا زي التحفة ما شاء الله، يعني جميلة ونفسها جميل وزي العسل. خلاص المحشي استوى وغرفناه، والحمد لله فضل ونعمة من ربنا. صدقيني لو عملتي الأكلة دي في كصنف في عزومة، أو حتى لو هي عزومة على يعني بط ومحشي، ممكن بقى تعملي نوعين محشي أو 3 وجنبها مثلا صينية جلاش، هتبقى أحلى عزومة وهتشرفك قدام ضيوفك. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويوسع عليكم بإذن الله. ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبي لي كومنت حلو وصلي على النبي فيه. مع ألف سلامة.